يلا حطوا لايك. حطوا لايك. لايك كده كده. لا كده لايك. يلا نعمل مع بعض. نحط طبعا هنا. انت تحطي معايا. ماشي يلا. حطي بايدك تاني. كله. تعالي بره بره. ايه ده؟ عجوزة؟ ماشي كده احنا حطينا هنا ايه الاول؟ دقيق. كنا حطينا ايه؟ دقيق. دقيق اسمه ايه؟ دقيق. بس حطيش ايدك جوه بقى تاني خلاص. ماشي؟ ايوه دودو بس هتحط. خدي حطي. لا مش كله. اللي بيكنج باودر اسمه ايه؟ بيكنج باودر. بس هنحط شوية كمان. بس بقى كفاية. هنحط ايه تاني؟ ملح. اسمه ايه؟ كده. حطي على طول كده. بس ماشي؟ دي كده هنقلب ثانية دي. ماشي ماشي. قلبي يلا. انا نو؟ ليه؟ قلبي طب يلا كل. طيب وبعد كده هنحط ايه؟ هنحط ايه تاني؟ بصوا دي ربع كوباية خميرة، قصدي ربع كوباية مية دافية. الله أكبر من الأذان. أذان. الله أكبر. دي ربع كوباية مية دافية عليها معلقة خميرة ومعلقة سكر. حطيتها بصوا فارت ازاي؟ اهو. انا نحطها دودو. بصوا فارت ازاي عشان خاطر كويس. نحطها. يلا. هنحط ايه تاني؟ نحط الزبادي. حطي الزبادي يلا. حطي المعلقة هنا. حطي الزبادي يلا. سيبي بس المعلقة جوه. سيبي المعلقة جوه كده. ننزل الزبادي. وبعدين ايه تاني؟ هنحط معلقة خل. سيبي طيب المعلقة. هنحط معلقة ايه؟ خل. حطينا كده ايه دودو؟ خل. وهنحط ايه تاني يا دودو؟
اسمه ايه ده؟ زيت بس. ماشي. ماشي. حطي يلا زيت. زيت. ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت. احنا حطينا هنا ربع كوباية زيت. هنقول لهم حطينا ايه؟ صح. قولي حطينا كيلو دقيق. دقيق. حطينا خميرة. خميرة. بيكنج باودر. دادة. معلقة خل. عال. زبداية. بداية. وحطينا رشة ملح. أكل. صباح. حطينا الخميرة في مية دافية بسكر. حطيناها هنا. مية. بعد كده هنقلب. هنقلب هنا. اهو. استني انتي. استني انتي. قولوا لهم حطوا لايك. لايك. بعد كده هنحط ميه. نسينا ايه؟ نسينا الصلصه. ليه؟ نسينا الصلصه. نحط معلقه صلصه كبيره. معلقه صلصه كبيره. حته كمان من عندي. يلا هنحط الميه بقى. عشان كنت مسخناها في الحله عشان ما عنديش كاتل. ننزل بايه؟ ننزل بالميه. لا استني مش كله. شكلها كتيرة. استني بس. استني عشان هعجنها بقى. دودو كمان ايه؟ استني طيب. استني يا دودو. نعجن ونرجع لهم تاني. نعجن ونرجع لكم تاني. بصوا استني يا دودو. انا هنا فضلت اعجنها لحد ما وصلت ايه المنظر ده. طبعا اللي عنده عجينه يعجنها بالعجينه، وانا عندي عجينه الصراحه بعجن بايدي. بس بعد كده ايه هنلمها كده اهو. ماشي. وايه نسيبها تخمر. هنلمها وتسيبها ايه تخمر. استني انت خدتي حته انت معاكي اهو. هنغطيها بحاجه ونسيبها تخمر. بس انت هديتي الدنيا ازاي. هنغطيها عامه ندور على حاجه اغطيها بيها. عايزه ايه كده حلوه؟ استريحتي كده نفسيا؟ مبسوطه؟ اهو تاني. تعملي ايه انت دلوقتي؟ تعملي ايه؟ تعملي ايه؟ عجين؟ تعالي نقول للناس عملناها ازاي تاني. حطينا ايه فيها تاني؟ كيلو دقيق. كيلو دقيق. معلقة بيكنج باودر. معلقة صلصة. معلقة خل. زبداية. ربع كوباية زيت. مين خوخة؟ من عبيطة؟ ليه؟ حطي دقيق. طيب هنكمل. ربع كوباية زيت. هنجيب ربع كوباية مية دافية حطينا فيها معلقة سكر وباكو خميرة وسيبناه شوية لحد ما خمر. وبعد كده عجلنا بيه. هنحط مية بالتدريج لحد ما يوصل كده اهو. بس كده. تعالي نجيب خوخة معانا. تعالي يا خوخة. خوخة. دي خوخة. نحط لها هنا. قاعدة هنا.
اه دي هنسيبها تخمر كده خلاص. هنسيبها تخمر. نحط لها دي. دي ايه؟ ها فخام. الله. لا ده مش دقيق، انت عندك عجينة كتير اهو. ايوه. قالوا لهم باي، هنسيبها تخمر ونيجي. باي. مش هتقولي باي؟ تقولي حطي لايك. لا عيب. 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 قولي حطي لايك. حطوا لايك. حطوا لايك. يلا هنسيبها تخمر ساعة. هنسيبها تخمر ساعة ونرجع لكم. باي باي. كده خلاص. طبعا ما ينفعش دودو تكمل معانا الفيديو. شكرا دودو، خلاص عجنت معانا العجينة. ما ينفعش تكمل معانا بقى اللي هيحصل ده. زي ما انتوا شايفين كده العجينة ما شاء الله. انا سبتها تخمر لمدة ساعة. قعدتها ساعة بالظبط، غطيتها وقعدتها ساعة بالظبط لحد ما خمرت. ما شاء الله هي خمرت. هقطعها بقى عشان اشتغل عليها. طبعا ما ينفعش اشتغل بالعجينة كلها عشان ما شاء الله كبيرة. هشتغل بجزء جزء عشان اعرف افردها وكده. اخدت جزء منها والجزء التاني هسيبه في الكروانة زي ما هو، وهغطيه واسيبه برضه عشان خاطر ما ينشفش. هبدأ بقى افرد العجينة. قبل ما افردها طبعا هرش الاول شوية دقيق كده على الرخام عشان هفردها على الرخام عشان ما تلزقش. وهفرد على الدقيق ده. ممكن تفرديها بايدك، تفرديها بالنشابة عادي براحتك. بس انا فردتها بالاتنين يعني عشان اخلص بسرعة. فبس لو ما عندكيش نشابة عادي ممكن تفرديها بايدك. طبعا هتفرديها بسمك، ما تبقاش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، يعني متبقاش رفيعة قوي عشان ما تقطعش ولا تخينة. تبقى بالسمك كده كده، يعني كأنها بيتزا كده زي ما يكون السمك باين. هنجيب كوباية وهنقطع، او برضو في قطاعة ممكن تقطعي بيها. انا ما عنديش قطاعة، قطعت بالكوباية عادي مش هنعطل. طبعا العجينة اللي طلعتها دي هحطها وهشتغل فيها تاني برضو، مش هتترمى، مفيش حاجة هتترمى. انت ممكن تحشيها الحشو اللي انت عايزاه. انا عادي اخترت، جبت جبنة اللي هي من العلب عادي، وحطيت فيها زيتون وزعتر. انت ممكن تحشيها بالطريقة اللي انت عايزاها، اي حاجة، جبنة ناشفة اللي هي الحادقة دي، جبنة فيتا اللي هي العلب دي، اي حاجة. جبت صينية دهنتها زيت وهرص فيها. انا هنا بوريكم انا بقفل ازاي. انا بس يا جماعة كنت بجد بطيئة قوي قوي عشان ايدي مش اخده على المعجنات خالص، يعني انا مش متعودة ان انا اعمل معجنات، فانا ايدي كانت بطيئة قوي قوي وانا بعملها. لكن طبعا لو انت ايدك اخده مثلا بسرعة تبقى احسن، يعني كل ما تبقى اسرع كل ما تبقى احسن. انا هنا كنت عاملة زوم عشان اوريكم انا بقفلها ازاي. هخلص بقى الكمية كلها، هقفلهم كلهم بقى، وبعد ما اخلص دي هخش على القطعة التانية. بصوا كده جبت ايه، عجينة تانية. قلت اكبر الكوباية عشان هو كده حساء صغير قوي. بصوا انا هنا غلطت غلطة وايه، كبرت الكوباية بحيث ان انا كنت شايفة ان هي صغيرة. بس بقى ايه، اصلا العجينة خمرت فكبرت، يعني العجينة خمرت لما سبتها خمرت فكبرت معايا. فعادي انت ممكن ما تكبريش الكوباية.
انا هنا بقى زي ما قلت لكم كده خلصت الكميه كلها، وعقبال ما خلصت الكميه كلها زي ما انتم شايفين خمرت ازاي. بصوا الحجم بتاعها تضاعف، يعني بصوا لزقت في بعض، بس مش مهم يعني الحمد لله مش هتعمل لي ازمه بعد كده. لكن زي ما قلت لكم عادي ممكن تصغروا الكوبايه، لان هي عقبال ما انا خلصت الكميه مع الاطفال وكده باخد وقت، فالحجم بتاعها اتضاعف. هنا بجيب ايه؟ بجيب رشه نسكافيه، رشه نسكافيه بلاك صغيره، ومعلقه سكر، ومعلقتين ميه، ومعلقه لبن، وبدهن بيها بقى الصينيه. ممكن طبعا في ناس بيحطوا صفار بيض وكده، بس انا ما حبيتهاش عشان ما تزفرش، فعملت الوصفه دي. وبعد كده ممكن ترشيها اي حاجه بقى، انا رشيت حبه البركه وسمسم. ممكن ترشي زعتر برضه، بس كنت حاطه زعتر في الجبنه ما رضيتش بقى ارش زعتر. ممكن تحطي زعتر، حبه بركه، سمسم، اي حاجه يعني بيديها طعم كده وشكل حلو. انا رشيت زعتر وحبه البركه زي ما انتم شايفين كده لما طلعت من الفرن. والله يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله كانت تحفه. طبعا الصينيه دي اتلسعت مني شويه على الوش، بس مش مهم برضو حلوه. انا برضو حبيت اوريكم كل الغلطات اللي انا عملتها، ان انا ما سيبهاش على الوش كتير لانها اتلسعت مني شويه، لكن الطعم في الاخر كان تحفه. طبعا اوفر بكتير من بره، اوفر بكتير بكتير. زي ما انتم شايفين كده طريه ازاي، يعني قطنيه جدا. والجبنه اهي حبيت اوريها لكم من جوه، في نفس الوقت طريه. تنفع بقى فطار، تنفع عشاء، تنفع لانش بوكس، تنفع اي حاجه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدوسوا لايك، واللي مش مشترك في القناه اشترك. بس كده. ونسيت اقول لكم اللي انا بحطها في ارضيه الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تاخد لون ذهبي كده، وبعد كده بطلعها على الشوايه تاخد لون. بس طبعا ما نسيبهاش على الشوايه كتير عشان ما تغلطيش غلطتي. اوفر من الفرن بكتير وتستاهل بقكم.